السلام عليكم. اليوم إن شاء الله في الصباح بكري غادي نوجد واحد الحريشة هكا بالشعير. صراحة كتجي زوينة وغزالة ما تشبعوش منها، وحتى الطريقة ديالها ساهلة، يعني كتوجد لينا دغيا وما نعاودش لكم على المذاق ديالها. يعني ضروري خاصكم تجربوا هاد الحرشة، الصراحة راه كتجي رائعة. هانتوما كيفاش كتجي رقيقة بحال ديال الزنقة، وكتجي هشيشة من الداخل وفيها داك الزرع اللي درنا فيها من الفوق، هذيك البلبولة. صراحة كتجي رائعة، كتجي حرشة. المهم دابا غادي ندوزو ان شاء الله المقادير ديالها اللي كيف ما قلت لكم راها بسيطه جدا. ها نتوما كيف ما كتشوفوا عندي كاس ديال السميده متوسطه. كاس يعني العبار كيبقى اختياري، انا غندير غير كاس واحد، مهم على حساب الافراد ديال العائله. غندير كاس واحد، ونفس الكاس غادي نديرو حليب. وعندي عسل النحل الطبيعي، غندير منه واحد المعلقه صغيره هكا، والخميره ديال الحلوى. مهم والاناء فاش غادي نخلط غندير فيه واحد الرشه ديال الملح. مهم على حساب المذاق ديالكم نتوما. مهم صافي غادي ندير السميده هي الاولى كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد ليها الحليب، وغادي نزيد ليها واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى. غير شويه، يعني هذه راه غير حرشه صغيره غادي نديرها، راه ماشي كبيره بزاف، المهم متوسطه. غادي ندير واحد المعلقه تقريبا، حساب معلقه صغيره ديال العسل. المهم هذه راه معلقه كبيره، وكيف ما شفتوا انا درت غير نصها. المهم على حساب الحلاوه اللي ما كانش عنده متوفر العسل الطبيعي يدير شويه ديال واحد المعلقه ديال السكر سنيده. صافي غادي نخلط العناصر كامله بهذه الطريقه حتى تندمج ليا مزيان، وغادي نخليها على جنب واحد 5 دقائق حتى ديك السميده كتشرب لينا داك الحليب مزيان باش كتجينا هشيشه ودغيا كطيب لينا. المهم صافي غادي ندوز باش غادي نوجد المقله اللي غادي نطيب فيها. غادي ندهنها بالزبده، وغادي نرشها بالبلبوله باش تجينا حرشه من التحت ديالها ومن الفوق. المهم صافي دابا غادي نخلي الخليط على جنب حتى يتشرب لينا كيف ما قلت لكم. هنا المقله كيف ما كتشوفوا انا دهنتها بالزبده، وغادي نرشها بالبلبوله كيف ما قلت لكم هكا. يعني الزرع العادي اللي متوجد في اي دار. والصراحه راه خاصنا ناكلوا من هاد الزرع والسميده، لانه مفيد للجسم ديالنا ومزيانين صحيا. عوض ما تفطري بكميره او لا الخبز ديال الزنقه، اللهم توجدي هاد الحرشه دغيا كتوجد وفي نفس الوقت صحيه. مهم من بعد ما تشربت لينا السميده، هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نزيد ليها واحد حساب 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق كبارين هكا. المهم المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه. صافي وغادي نزيد واحد المعلقه تقريبا كبيره او معلقه ونصف على حسابكم نتوما ديال الحبوب الشيا. المهم هذه كتبقى اختياريه. المهم انا غادي نزيدها حتى هي كتعطيها واحد المذاق سبحان الله عجيب. فهاديك الحرشه كتجي زوينه بزاف. المهم صافي غادي نخلط الخليط مزيان. المهم هانتوما تشوفوا الخليط راه ما كيجيش عاقد بزاف، المهم شويه كيبقى مطلوق. صافي من بعد ما خويت الخليط ديالي كامل هكا في المقله، غادي نحاول نقادو بواحد المعلقه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نرش عليه البلبوله عاود من الفوق. صافي ها نخليها طيب على نار مهيله. ملي طيب لينا غادي نقلبها على الجهه الاخرى حتى هي حتى طيب لينا مزيان. وصافي غادي تكون واجده لينا ودغيا كطيب، ما كتاخذش لينا الوقت بزاف. غير جربوها، ما غاديش ندموا عليها، على حسابي حاجه كتجي غزاله. مهم من بعد ما رشيتها بالبلبوله غادي نغطي عليها بواحد الغلاقه بهذا الشكل باش كطيب لينا مزيان وكطيب من الداخل. صافي وغادي نقص عليها العافيه مزيان وغادي نخليها. المهم النتيجه النهائيه غادي تشوفوها كيفاش كتجي هاد الخبيزه. صراحه كتجي غزاله، المذاق ديالها ما نعاودش لكم كيفاش كيجي رائع. المهم الا جربتوها خليوا لي التعاليق ديالكم. المهم بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم.